النهارده بقى هنعمل خبز الحليب او فطاير الحليب. فطاير ما شفتوش في هشاشتها ولا في طراوتها قبل كده، خفيفه وزي القطن بالظبط وطعمها ما يتشبعش منه. في البوله بقى اللي هعجن فيها بزود كوبايه الا ربع من الحليب الدافي، وعليها معلقه كبيره من الخميره ومعلقتين كبار من السكر. هضيف كمان بيضه، وبعد كده هقلب كل المكونات دول مع بعض. بعد كده هضيف الدقيق، هحتاج لكوبايتين ونص من الدقيق، والدقيق ده انا ضايفه عليه نص معلقه صغيره من الملح. هبتدي بقى الم العجينه كده لغايه الدقيق ده ما يتشرب كل المكونات السايله دي، وبعد كده هضيف الزبده. هحتاج لمعلقتين من الزبده الطريه بحراره الغرفه. معلقتين الزبده دول بيعادلوا 30 جرام، وهتلاقوني سايبه لكم المقادير تحت الفيديو بالجرام وبالكوبايه. هنبتدي بقى نعجن كويس قوي كده وبعافيه لغايه العجينه دي ما تتشرب كميه الزبده كلها، وتبقى عجينه طريه زي ما انتم شايفين كده. وانتوا هتلاقوها بتلزق كده بسيط، ما تقلقوش، هي العجينه دي بتكون فيها سنه تلزيق كده بس بتديكوا نتيجه تجنن في الاخر. انا سبتها يا دوب ربع ساعه بس ترتاح، ما حبيتش ان انا اخمرها قوي لان لسه بتخمر بعد التشكيل. هنبتدي بقى نقسم العجينه دي لكور كده متساويه قد بعض، 9 كور. لو حابين تستخدموا الميزان هيكون وزن الكوره الواحده من 62 ل 63 جرام. هنكورهم بقى كلهم كده وتحتهم رشه دقيق، ونريحهم بس 5 دقايق او 10 دقايق كده قبل الفرد. ببدا بقى اخد كل كوره فيهم كده واديها فرده زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده ابدا الفها رول واقفل كويس قوي. عارفين طريقه تشكيل العيش الفينو؟ هي دي بالظبط، يعني بنلفها رول ونقفل كويس العجينه ونرصهم بقى جنبنا كده في طبق او حاجه متغطين بكيس بلاستيك. ودي الصينيه اللي انا هستخدمها مقاسها 23، وبدهنها الاول بدهنه زبده بسيطه وممكن برشه زيت. ودلوقتي بقى نبدا نشكل فيهم، وركزوا قوي في طريقه الفرد دي. احنا بناخد اول واحده برمناها ونبدا نفرد العجينه بتاعتها لغايه النص، يعني بنفرد لغايه النص كده ونبدا بقى نبرم في العجينه او نلفها. من بعد النص بنبدا نشد العجينه زي ما انتم شايفين كده. لما بتشدوها بتطول معاكم وبتديكم طبقات اكتر ولفات اكتر. بعد بقى ما نرفع باقي العجينه كده وتطول معانا بنبدا نكمل لف عادي لغايه ما يكون ده شكلها. هنرصها بقى كده في زاويه الصينيه، وهقول لكم ازاي ترتبوا الصينيه بشكل حلو قوي. هعمل معاكم واحده كمان، باخد برده رول من العجين وبفرده كده لغايه النص عادي خالص، وبعد كده ببدا الفه بالطريقه دي. قبل ما اجي عند نص العجينه بقى ببدا اشد العجينه كده لتحت، بتطول وبترفع. كل ما بتطول وترفع كل ما بتديكم طبقات زي ما شفنا كده، وبتلاقوها بقى كده في الاخر اديتكم شكل الكرواسون. الاول طبقات عريضه، وبعد كده اصغر واصغر لغايه العجينه كلها ما تخلص. بنرصهم بقى في الصينيه بالطريقه دي. الاول بنحط الزوايا، وبعد كده 3 في نص الصينيه بالظبط، وبعد كده 2 من فوق و2 من تحت. يعني لو مسكتوا زاويه الصينيه كده وبصيتوا هتلاقوها بادئه ب1 2 3 2 1. خلصت بقى الصينيه كده وغطيتها وسبتها تخمر في مكان دافي لغايه ما حجمها اتضاعف كده. وعلشان بقى تاخد لمعه ولون حلو عملت لها خليط من صفار بيضه مع معلقتين حليب ورشه فانيليا. قلبتهم كده مع بعض ودهنت بيهم الوش ودخلتها الفرن. التسويه بقى هتكون في فرن ساخن من قبل على حراره 200 الرف الاوسط، وهتاخد من 15 ل 20 دقيقه بالكتير قوي. وهنا بقى عايزاكم تتاملوا المنظر وتتخيلوا الطعم. يعني شوفوا اللون، درجه التسويه، اللمعه اللي فيها من فوق، اللون الموحد، وكمان الهشاشة بتاعت الفطاير نفسها او الخبز نفسه. بجد بجد فعلا زي القطنة بالظبط. شوفوا لونها ابيض ازاي وقوامها خفيف قوي، فعلا زي القطنة. شوفوا كده وانا بقطع منها العرق بتاع العجينة قوي، يعني عرقها قوي وفيها خيوط كده. لما تعمل معاكم اي معجنات الخيوط دي تعرفوا انها هشة لأبعد الحدود. انتوا على فكرة تقدروا كمان تعملوها محشية بحشوات حلوة او حادقة، ممكن تحشوها شوكولاتة او مربى، ممكن جبنة، ممكن تاكلوها كده سادة مع فطار او عشاء تجنن. عملت لكم حاجه قبل كده شبهها من 5 سنين، عملت لكم خبز الحليب الياباني بتكنيك العجينه اليابانيه، وكان نفس المنظر ده. الفرق هنا بقى ان انا ما عملتش معجون الدقيق والميه على النار واللي انا وقتها سميتهم محسن خبز طبيعي، ما عملتش ده هنا، ومع ذلك طلع بنفس النتيجه. وبس كده انا خلصت وصفه النهارده. هسيب لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام، وانصحكم لو عايزين تطلع بنفس النتيجه استخدموا الجرامات. وبس كده، بتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، وشكرا جدا ليكم والسلام عليكم.